بتهد جدار عشان توسع؟ انتبه لا يقع السقف. حابب تجدد صالة بيتك وتخليها مودرن مفتوحة، فقررت ببساطة تشيل الجدار اللي بين الصالة والمطبخ؟ المقاول قال لك بسيطة يا عم، ده جدار عادي. لحظة قبل ما تهز أول بلوكة، أنت ممكن تكون بتهد عمود فقري شايل بيتك وأنت مش داري. تعالى أقول لك إزاي تفرق بين الجدار اللي يتشال والجدار اللي بيشيل وأنا في الطريق. في الهندسة الجدران نوعين: جدران قاطعة البارتيشن وولز، دي وظيفتها بس تقسيم الغرف ومش عليها أي حمل إنشائي، دي شيلها وأنت مطمن. جدران حاملة اللود بيرنج وولز، دي هي اللي شايله وزن السقف اللي فوق ونقلاه للارض. في البيوت القديمه اللي بنظام الحوائط الحامله، شيل الجدار ده يعني انهيار فوري للسقف. ازاي تعرف تفرق على السريع؟ السمك. غالبا الجدران الحامله بيكون سمكها كبير اكبر من 20 سم. موقعها: لو الجدار فوق جدار زيه في الدور اللي فوق فغالبا هو جدار حامل. ثالثا الكاميرات، لو في كاميرا او بيم ماشيه فوق الجدار وداخله فيه فالجدار ده ساندها. نصيحه ونرد: إياك تعتمد على كلمة بسيطة من عامل قبل ما تكسر، لازم مهندس مدني يراجع المخططات الإنشائية أو يعاين الموقع. أحيانا بنضطر نركب كاميرا أي بيم عشان تعرف تفتح المساحة بتاعتك بأمان. ناويين تفتحوا غرف على بعض في بيوتكم؟ وهل استشرتوا مهندس ولا توكلتوا على الله مع المقاول؟ اكتبوا لي تجاربكم في التعليقات. أنا مهندسكم أنرود، دربكم خضر وبيوتكم آمنة.